السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. زي ما عودنا حضراتكم على قناة الغاوي للطيور بالتقرير الأسبوعي لسوق الجمعة، وإيه اللي حصل في السوق من التجار في اللم، وإيه اللي حصل في السوق من الهواة في شراء العصافير. النهاردة يوم من أجمل أيام الجمعات اللي احنا عدت علينا قبل كده. يوم فيه بيع وشراء يعني فوق الممتاز. في تسامح كده وفي ضحك حلو وفي يوم جميل كده. الناس النهارده ما شاء الله يعني كلها مبسوطة. الاسعار ما شاء الله في ازدياد، زي ما قلنا برضو في كذا فيديو قبل كده، ان شاء الله موسم الانتاج بتعلى فيه الاسعار. موسم الانتاج معظم انواع العصافير اللي ما كانش عليها اقبال ولم، زي الزبرة وزي الجاوا وزي الاوبلاين اورنج. الحاجات دي في الايام اللي جايه هيبقى عليها طلب وهيبقى عليها اقبال بطريقه ملحوظه، وهنشوفها الايام اللي جايه باذن الله. النهارده برضو في معظم انواع عصافير اسعارها علت شويه، يعني دي حاجه فرحت ناس كتير. هنتكلم دلوقتي على اسعار العصافير، بس قبل ما نقول اي حاجه يا ريت كلنا نصلي على النبي في التعليقات. واللي عملش اشتراك يعمل اشتراك، واللي عملش لايك يعمل لايك علشان يوصل لحضراتكم كل جديد باذن الله. بسم الله نبتدي. النهارده كان اسعار الاسترالي النهارده ما شاء الله كانت كويسه جدا بالنسبه للهواه. الهواه النهارده وصلوا الاسترالي ل 150 جنيه، وفي اللم كان من اول 130 ممكن يوصل ل 140، وممكن ازيد من كده كمان لو حاجات فواتح زي الالبينو او اللاتيني او العين الحمراء او الكاريمينو. ممكن يوصل كمان في اللم ال 140 جنيه، ممكن يوصل ل 150 كمان. يعني النهارده كان في واحد من السريحه كان عايز يلم بس حاجات عين حمراء، فخد جوز شبابات ب 150 جنيه من واحد لاتيني عين حمراء. فربنا يسعد الجميع يا رب، ويا رب دايما كده نكون في تسامح وبيع وشراء كويس عشان الناس كلها تبقى مرضيه ومبسوطه. النهارده برضو الكبير في الاسترالي كان ب 200 جنيه. بدايه الكلام 200 جنيه، يعني التاجر يقول لك باخد ب 200 جنيه. طبعا انت لو قلت 200 220 ممكن يتفاوض معاك شويه، ممكن يزودها ل 210، بس مش بيزيد عن كده. الحاجات العيون الحمراء زي اللاتيني او الالبينو او الكاريمينو ممكن تزيد شويه، ممكن توصل معاك ل 220 230 جنيه لو حد محتاجها. ده بالنسبه للاسترالي الكبير. بالنسبه للاسترالي الفلل النهارده كان برضو عليها اقبال ولم من التجار ومن الهواة. الفلل النهارده الفواتح كانت ب 500 جنيه، مش بتزيد عن كده. الفلل الفواتح والزغاليل بتاعتها كانت ب 350 جنيه. بالنسبه للفلل الخضراء والفلل الزرقاء، في ناس بتاخد القص على 300 جنيه. بتاخد القص على 300 جنيه وممكن 250، بس لو الشو كرك وفلل مظبوطين وكتاف شجر ممكن يوصلوا القص على 300 جنيه، وفي ناس بتاخدهم يا جماعه بس التجار مش بياخدوهم. بالنسبه للزغاليل بتاعتهم بتعمل 150، بتعمل 200 جنيه. بالنسبه للزغاليل الخضراء الفلل والزرقاء بتعمل 200 جنيه في اللم وفي التداول برضه. بالنسبه للاسونج واللاتيني، اللاسونج واللاتيني التجار بتاخدهم على 550 اللاتيني و600 الاسونج. وفي التداول ممكن يوصل اللاسونج لو اكتاف شجر وعلامات حبر وعصفور مظبوط واحجام كويسه ممكن يوصل ل 2200 جنيه الجوز. ده بالنسبه للفلل. بالنسبه للفلل اللاتيني ممكن يوصل ل 850، من 800 ل 850 لو اكتاف شجر برضو وعيون حمراء وحاجات احجام كويسه. ده بالنسبه للتداول اللي هو بين الهواة بينها وبين بعض. التجار بتاخدها اقل شويه عشان مش عليها لم الوقت ومش عليها اقبال. فطبعا طالما الحاجه مش عليها لم التاجر مش عايزها فبيقلل من سعرها. بالنسبه للوقت هنتكلم على البلاك فيس الرمادي النهارده من 1400 ل 1450، ممكن يوصل 1500. والزغاليل بتاعته ممكن توصل ل 900 جنيه. ده بالنسبه للم، وعليه لم وعليه اقبال من التجار ومن الهواه. بالنسبه للبلاك فيس البلاك فيس الازرق من 850 ل 900، لم وتداول، والاسعار بتاعته يعني لحد ما يعني زي الايام اللي فاتت ما عليتش. والزغاليل بتاعته ب 600 جنيه ممكن توصل ل 700 جنيه، لم وتداول برضه. بالنسبه الله اكبر الله عز وجل سبحانه وتعالى. بالنسبه للبلاك وينج، البلاك وينج ب 400 جنيه. البلاك وينج ب 400 جنيه، والزغاليل بتاعته 200 250 جنيه ومش بتزيد عن كده، وعليها لم وعليها اقبال تداول وتجار. تداول وتجار النهارده السوق اي حاجه كانت معاك كانت بتتاخد. لا اله الا الله حق صدقه. اي حاجه معاك في السوق النهارده كانت بتتاخد، سواء عصافير استرالي روز كوكتيل، اي حاجه ما شاء الله كانت بتتاخد النهارده في السوق. بالنسبه للعصافير الانصاص بتبتدي معاك من 900 ل 1000 ونص. والانجليزي بيبتدي معاك من 2000 جنيه وانت طالع. ده بالنسبه للهواة. بالنسبه للتجار، التجار بتاخد
الانجليزي من 1500 ل 2000 جنيه، ومش بتزود عن 2000 جنيه مهما كان الحاجه، مهما كان الانجليزي، لان التاجر بيبقى عايزه بسعر معين ما بيزيدش عن كده، انما اللي هو طبعا عارفه الاسعار بتاعته. دلوقتي هنتكلم على احنا قلنا البلاك وينج. اللهم صل على النبي. الشوشه والكرك، الشوشه والكرك بتتاخد ب 300 جنيه، والزغاليل بتاعتهم ب 200 جنيه. بالنسبه للشوشه والكرك اللي هو اللاتيني والحاجات اللي هي الفواتح، ممكن 300، ممكن توصل 350 جنيه، ده بالنسبه للشوشه والكرك. هنتكلم دلوقتي على الرمبوهات النهارده. التركيبات معاك بتتاخد كمان من ضمن الكبير، ممكن توصل ل 200 جنيه، 250 جنيه في التداول. يعني اللم بياخدوها ب 200 جنيه زيها زي الاسترال العادي، وفي التداول بتوصل ل 250 جنيه. بالنسبه للرمبوهات، الرمبوهات دلوقتي يا جماعه وصل سعرها 400 جنيه، وفي ناس ربنا يهديهم بيقولوا 350 جنيه و380 جنيه، ما بيوصلهاش 400، بس هي دلوقتي يعني كحد في السوق ب 400 جنيه، ومش بتزيد عن كده. بالنسبة للرز، الرز النهاردة اللاتيني والألبينو 850 جنيه لم، والزغلول بتاعتهم ب 500 جنيه، والشباب بتاعتهم من 550 جنيه ل 600 جنيه. روز لاتيني وألبينو. الرز العادي عين سودا بتلم ب 800 جنيه، والزغاليل بتاعتها عاملة 500 جنيه. ده بالنسبة للرز العين السوداء ب 500 جنيه. بالنسبة للفشر، الفشر النهاردة ب 700 جنيه الكبير عين سودا، والزغاليل بتاعته ب 500 جنيه برضو زي الروز. بالنسبة للروز الأوبلاين ريد والأوبلاين أورنج، الأسعار النهاردة ظبطت شوية متأخر، يعني النهاردة لقيت في ناس بتاخدها ب 1300، في ناس وصلتها ل 1400. ده بالنسبة التجار بياخدوها ب 1300 1400 الكبير. في التداول طبعا التداول سعره اعلى، لان التداول في ناس بتبيعه ب 2000 جنيه، وفي ناس بتبيعه ب 1800، ما بتقلش عن كده. الزغاليل بتاعتها زغاليل لسه مقطوفه 750، شبابات 850. ده بالنسبه للروز الاوبلان اورنج او الاوبلان ريد، وموجودين وعليهم طلب، بس سعرهم قليل شويه، وان شاء الله على الايام اللي جايه يظبط والسعر يعلى شويه. بالنسبه للروز الاخضر والروز الازرق، في ناس يا جماعه بتشتريهم وعليهم طلب، بس ناس معينه بياخدوهم منكم، بياخدوهم تحضين للطفرات العاليه، زي اللوبلان ريد واللوبلان اورنج، زي الفشر اللاتيني. طبعا الناس بتاخد الاخضر والازرق عشان حنيتهم زياده شويه، فبتاخدوا ومطلوبين يعني، بس ناس معينه اللي بتاخدهم. اسعارهم الجوز عامل 300 جنيه، والزغاليل بتاعته عامله 150، ممكن توصل ل 200 جنيه. ده اخضر وازرق روز، ومش اي حد بياخدهم، ناس معينه بتاخدهم. ومعظم اصحاب المحلات اللي عندنا هنا في القاهره بيشتروهم، يعني معظم اصحاب المحلات هنا بياخدوا العصافير اللي هي زي الروز والاسترال الاخضر والازرق، بيحطوهم في المحلات، لان في ناس مبتدئه عايزه تربي اي عصفور، فطبعا الناس دي بتاخد، يعني اللي بربي عصافير زي كده، في ناس في السوق يا جماعه بتشتري الحاجات دي، وبقابلها كتير. نرجع لملك العصافير وهو كوكتيل. الكوكتيل النهارده اللاتيني كان ب 1000 جنيه لم، و 1200 جنيه تداول، والزغاليل بتاعته 700 جنيه 750 جنيه، والشبابات 850 جنيه. ولو شبابات بين الزغاليل وبين الشباب، يعني حاجه ما شد حيلها شويه كده، 800 جنيه لم وتداول. طبعا الزغاليل سعرها ثابت 750 جنيه، والشبابات 850 جنيه لو شبابات شد حيلها وكبيره شويه. الكبير في التجار ب 1000 جنيه، وفي التداول 1200 جنيه، وفي ناس بتوصله 1300 1400. بالنسبه للكوكتيل الايزابيل 750 جنيه، والزغاليل بتاعته عامله 550. بالنسبه المصبعات عامل 750، وفي ناس خدته النهارده ب 770، وفي ناس وصلته ل 800 جنيه. ومصبعات كل ما افتح كل ما سعره زاد. الزغاليل بتاعته ب 650 جنيه، ده زغاليل المصبعات. بالنسبه الحبشي الدكوره بتتاخد ب 600 جنيه، الدكوره بس، لو دكر وانتايه 550 جنيه. ولو الزغاليل بتاعتهم ب 400 جنيه، وممكن توصل 450 جنيه. بالنسبه للكوكتيل الفرنساوي، الكوكتيل الالبينو النهارده عامل 1000 2000 جنيه. لو احجام جامبو 2000 جنيه، لو احجام ضعيفه شويه 1800 1900. والزغاليل بتاعتهم ب 1200، والشبات ممكن توصل ل 1200 1300 جنيه. ده بالنسبه للكوكتيل الالبينو. بالنسبه للكوكتيل الحبشي الاسمر الفرنساوي عامل 1100. بالنسبه للايزابيل الفرنساوي عامل 1150، ممكن يوصل ل 1200. المصبعات على حسب التصبيعه يا جماعه، كل ما التصبيعه بتاعته كانت افتح، وكل ما كان بصمه او فتيه او حاجات فواتح، سعره بيبتدي معاك من 1000 ونص، وانت طالع ممكن يوصل الاصل 3000 جنيه او 4000 جنيه.
كده احنا اتكلمنا على كل كوكتيل. هنتكلم دلوقتي على الزبرة الفاتح 150 جنيه، الزبرة الغامق 150 جنيه، ممكن يوصل ل 180، والفواتح من 180 ل 200، ممكن توصل ل 220 جنيه تداول لان مفيش لم عليها. الجاوا الالبينو عامل 500 جنيه، والجاوا الالبينو عين حمرا 550، الجاوا الحبشي عامل 400 جنيه، وممكن يوصل 450. الجاوا الفون عامل 600 جنيه، ده تداول برضو، ممكن نوصل ل 700 لو صاحبه متمسك بسعرهم قوي. الكناري برضو عليه لم وعليه اقبال من التجار. سعر الكناري بيبتدي معاك من 950 جنيه، ولو دكورة التاجر بياخده منك ب 1000 1050. في التداول ممكن يوصل ل 1200 جنيه بين الهواء بينها وبين بعض. دي كل الاسعار اللي كانت موجوده في السوق النهارده. بالنسبه لاسعار العصافير هنتكلم دلوقتي على اسعار الاكل. اسعار الاكل النهارده: البلكم البلدي المتغربل 30، البلكم البلدي اللي مش متغربل 25 اللي هو عليه تراب، الفلارس 65، والفلارس المستورده في ب 67، وفي بي جي تي عامل 70 جنيه. الدنيبه 15 جنيه، والدنيبه المتغربله 20. الدخن في دخن ب 140 وفي دخن ب 160 جنيه، وده انضف طبعا. السيبيا ب 140 وفي سيبيا ب 160، ودي انضف طبعا. اللب في لب بتبتدي معاك من 30 جنيه و35 جنيه، وفي لب ب 40 جنيه. طبعا اللب ب 40 افضل واحسن، لان الحبايه بتاعته بتكون مليانه، حتى لو صغيره بتكون مليانه وكويسه وما فيهاش اي مشاكل ولا سوس ولا اي ريحه في اللب. فطبعا انا افضل ابو 40 جنيه حتى لو اجيب كميه قليله. طبعا في السوق، في الجنينه اللي قدام مسجد السيدة عائشة هتلاقي كل حاجه، كل مستلزمات الطيور، بالنسبه لاقفاص، بالنسبه للعشوش، بالنسبه للكرينه، بالنسبه للانشاره، كل حاجه موجوده هناك في السوق في الجنينه قدام مسجد سوق السيدة عائشة. يا رب اكون قدرت اوصل لكم معلومه ولو بسيطه. دمتم في رعايه الله وحفظه وامنه. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.